تعيش مدينة حلفا حالة من الحزن والغضب الشديد منذ مساء السبت 7 من يوليو، وذلك بعد مقتل 6 ضباط مظليين من أبناء مدينة حلفا، على رأسهم ملازم أول مظلي عدي جبر وحيد أبويه، على يد الجيش بقاعدة وادي سيدنا العسكرية. وتعود ملابسات الواقعة لأن مجموعات تتكون من 6 ضباط مظليين تم تصفيتهم من قبل الجيش بغرض منع ذهابهم إلى أسرهم. وبحسب المصادر المقربة من أسر الضباط، ذكرت أن الملازم أول عدي جبر تواصل هاتفيا مع أسرته الذين لم يلتقيهم لأكثر من 15 شهرا، وأبلغهم أنه ومجموعته تحصلوا على أذونات خروج بغرض العلاج. كما ذكر عدي لأسرته بحسب ذات المصدر أنهم داخل وادي سيدنا يشعرون بالسخط الشديد لسوء المعاملة والتوتر الشديد مع فقدان الثقة بين جميع الوحدات، واتهامات بالتخوين وصلت حد التصفية لضباط برتب رفيعة. كما ذكر أيضا أن مجموعة العمل الخاص وكوادر الأمن الشعبي يحظون بمعاملة أفضل من بقية الضباط النظاميين. وفي اليوم المحدد تحركت سيارة مجموعة عدي تقل 5 ضباط من داخل وادي سيدنا في طريقها لمدينة حلفا، وتخلف عدي جبر يوما إضافيا لتكملة بعض الإجراءات، ولكن على بعد 4 كيلومتر فقط انفجرت سيارتهم ولم ينجو أحد. وتحدث مصدر عسكري مطلع على حثيثيات الحادثة قائلا إن ذات اللحظة التي تحترق فيها سيارة ضباط وادي حلفا تمت تصفية عدي جبر داخل مكتبه بقاعدة وادي سيدنا. وبالرغم من تعدد الروايات التي خرجت من شؤون الضباط داخل القاعدة، إلا أن ال3 روايات متضاربة ومجافية للمنطق، خاصة بعد رفض تسليم الجثامين لذويهم، وهو الأمر الذي جعل أهل الضباط يشيرون بأصابع الاتهام الصريحة نحو قيادة الجيش داخل وادي سيدنا بأنها قامت بتصفية أبنائهم. يذكر أن هذا الاتهام لم يكن الوحيد، فقد سبق واتهم الجيش بتصفية الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد ركن نبيل عبد الله، وإعدام ما لا يقل عن 10 ضباط برتب رفيعة داخل قاعدة المهندسين العسكرية، متهمين بالتمرد ومحاولة الانقلاب، وهو اتهام ظلت قيادة الجيش ترفضه، وبذات الوقت لم تفصح عن سبب موتهم داخل أسوار القواعد العسكرية أو في معارك. يبقى السؤال الأبرز قائما دون إجابة: لماذا تمت تصفية ضباط أبناء حلفا؟ بل وإلى متى يعاقب الجيش منسوبيه بالموت ممن أرادوا النجاة بأنفسهم مسابقين غرق السفينة؟